ما حكم الأب الذي يفرق بين أبنائه في المحبة والمعاملة والنفقة بحيث يحسن إلى بعض ويسيء إلى الآخرين على الرغم من أن جميعهم بارون به مما نتج عنه شحناء بين الإخوة؟ هذا من جهلهم، وإلا الأمر كما قال الله تبارك وتعالى عن إخوة يوسف. ماذا قالوا؟ قال إخوة يوسف: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ماذا بعدها؟ اقتلوا يوسف. طيب اقتلوا أباكم. أنتم تقولون إن أبانا لفي ضلال مبين، يوسف ما له ذنب. أنتم تزعمون أن أباكم في ضلال مبين، إذا اقتلوا أباكم. صحيح؟ اقتلوا المذنب في نظركم. يوسف لم يذنب، فلماذا تعاقبون يوسف؟ وأنا أقول لهؤلاء من جهلكم لماذا تعاقبون إخوانكم؟ لا ذنب لهم، الذنب لأبيكم، الذنب للأب وليس للأبناء. فلماذا تكون الشحناء بينكم؟ إخوانكم الذين يحبهم أو يبرهم أو يحسن إليهم لا ذنب لهم، الذنب ذنب الأب وليس ذنب الأبناء إخوانكم. فعليكم أن تتقوا الله في إخوانكم وأن لا تكرهوهم ولا كذا. صحيح هكذا هي النفس البشرية، ولكن خطأ، هذا خطأ. نحن نريد أن نصحح أخطاءنا. فعليكم أن تناصحوا الأب أو تأمروا أعمامكم أو أخوالكم أو إخوان أصحابه أن يناصحوه في هذا، أو تكلموا أمكم أن يناصحوا الأب في هذا، أن يترك هذه التفرقة بين الأبناء، واحتسبوا الأجر عند الله تبارك وتعالى. ولكن لا ينبغي أن تكون الشحناء بينكم بسبب فعل طرف آخر وهو الأب. فأنا أقول تحملوا ما يأتيكم من الأب واتقوا الله فيه، وإن لم يتق الله فيكم، واتقوا الله في إخوانكم إن كان إخوانكم يتقون الله فيكم، وادعوا الله أن يهديه، وابذلوا الأسباب الصحيحة في نصح الأب من قبلكم أو من قبل أمكم أو من قبل إخوانه أو أصدقائه أو جيرانه، من له أثر عليه يناصح هذا الأب حتى يتقي الله تبارك وتعالى. فالقضية إذن لا ينبغي لكم أن تكرهوا إخوانكم، والأب لا يجوز له ذلك قطعا.